مستشفى سهلول هو المؤسسة العمومية للصحة اللي تم بعثها بموجب قانون عدد 91 لسنة 1991، واللي هو من أولى المؤسسات العمومية للصحة. مستشفى سهلول اخترنا له اليوم العلمي الأول في تاريخه. عندنا صحيح أيام تكوينية، ولكن اليوم رسميا اليوم العلمي الأول لمستشفى سهلول اللي يتزامن مع تاريخ بعث مستشفى سهلول اللي تم إنشاؤه بتاريخ 16 نوفمبر 1991 وفتحه للعموم. مستشفى سهلول هو بالأساس جراحي، ويعنى بالجراحات الدقيقة، جراحة المخ، جراحة والأعصاب، جراحة القلب والشرايين. عندنا كيف زرع متعدد الأعضاء، معناها المريض يتمتع بزرع أكثر من عضو في الوقت ذاته. مستشفى سهلول يسدي خدمات ليس للساحل فقط، هذاك علاش هو منارة وفخر وطني. هو يسدي خدمات لمواطني الجهة في حدود 60%، والباقي هم يأتون من بقية الجهات. هو منفتح على الجميع، عمره ما معناه يبطأ في أخذ المرضى الآخرين. مستشفى سهلول عنده العديد من الإنجازات الطبية الجراحية الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى إفريقي، إشعاعه حتى خارج البلاد التونسية. هذاك علاش عندنا حتى اتفاقية شراكة مع مؤسسات أجنبية. مستشفى سهلول هو بدأ تصور منذ الثمانينات، أولى الثمانينات، بعد وجود كلية الطب في سوسة. وكان الأطباء الموجودين في المستشفى حشاد وفي الكلية لهم دور كبير في تكوين هذا المستشفى وتحضيره رغم البطء في تحضيره. وافتتح في سبتمبر 91، وكانت عبارة عن هجرة من حشاد إلى سهلول، لأن الوضعية في مستشفى حشاد كان يرثى لها، وكانوا يقولوا لنا دائما هذا المستشفى جديد سيحضر. واحضر المستشفى اللي سميته بعض الصحافة المستشفى العملاق، ولكن في حضوره وفي بداياته كانت الأمور صعيبة جدا، على خاطر وضع جديد، بنية جديدة، وكان علينا مع المسؤولين الفنيين للتثبت في كل المعطيات بما فيها الغازات الطبية وغيرها. وكانت أول عملية أنجزت في مستشفى سهلول بمعية المرحوم الأستاذ صلاح الدين الغربي، وأنا كنت طبيب البنش في الوقت هذاك. وبعد العملية فوجئت بزميلي الله يرحمه سي صلاح الغربي. توجهنا إلى مكتب المدير المستشفى آنذاك سي مصطفى جلاسي، وكانت هناك مكالمة هاتفية مع وزير الصحة آنذاك المرحوم الدالي جازي لإعلامه بأن المستشفى العملاق نهض وبدأ في عمله. فكانت مفاجأة سارة بالنسبة لي، وكانت ذيك انطلاقة هامة في البنية التحتية في المستشفى سهلول وفي مدينة سوسة والساحل، لأن مستشفى سهلول في الواقع من ذلك اليوم أخذ شهرة كبيرة جدا، لأن المرضى يأتون إلى مستشفى سهلول من كل بقاع الجمهورية، إن كانت حالات استعجالية أو حالات غير استعجالية، من بنزرت، من نابل، من الجنوب، من الجنوب الغربي الشرقي، من الوسط الغربي، من كل مكان. وكنت شخصيا رئيس قسم الإنعاش والتخدير، لا أدخر جهدا في أخذ
المرضى من كل مناطق الجمهورية. الحالات الحرجة جدا إثر حوادث أو حالات مرضية، لأني كنت أقول دائما طول عمري أتعلم من المهدي إلى اللحد. الناس اللي خدمت معاهم واللي نضلت معاهم واللي حبوك وحبيتهم واللي ما شفتهمش منذ تقريبا من عام 67. أنا قدرت سهلول من عام 67. يعني قال بورقيبة يرحمه أكثر من 4 قرن من 4 قرن كفاح، بحيث اليوم شفت هالوجوه هذه. واللي أكثر اللي فرحني أكثر هو أنه سهلول دائما على الدوام. كان من الأول كان درة الصحة العمومية، بحيث كانت فيه المصالح الطبية الجراحية المتطورة في الوقت هذاك. ناهيك أنه الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه وقعت معالجته في سهلول بالذات، في مصلحة من المصالح متاع سهلول. وسهلول أيضا كما قلت قبيل تقريبا شاهد لو باساج دو شخصيات معروفة جدا اللي ما زاروش المستشفيات الأخرين، كما الديريكتور دو لاباد البنك دو ديفلوبمون افريكان ما مشى حتى مستشفى، جانا اللي نحن هنا. ثم نتفكر وقتها مدير المنظمة العالمية للصحة هيروشي ناجاكيما جاء شاف مستشفى سهلول زاروا بالمصلحة. ثم أن الافتخار أيضا بسهلول كان في المقدمة، كانت أول طائرة عمودية تنزل في مستشفى من المستشفيات العمومية هي في سهلول، بحيث حرك فيها برشا ذكريات جميلة، ذكريات باهية، ومش ممكن باش نساو سهلول طبعا.